السلام عليكم. الفيديو ده هنعمل مراجعة كاملة لموبايل اوبو رينو 14 اف 5G، والمراجعة هتكون بدون مجاملة، وهقول لك على مميزات وعيوب الجهاز. بس لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس، ويلا بينا. اما بالنسبة لتصميم الهاتف، واول حاجة موجودة وفي فرق، حواف الهاتف من هنا كده بقت قليلة، حواف الشاشة نفسها بقت قليلة زي ما حضرتك شايف بالشكل اللي قدامك ده، وده اول تغيير في التصميم فارق عن النسخة الرينو 13 اف اللي قبل منه. الشاشة بقت الحواف قليلة جدا. اما بقى بالنسبة للتصميم، فالخامات جاية من البلاستيك، ودي حاجة انا مش بفضلها في الفئة السعرية دي. وزي ما حضراتكم شايفين الكاميرات جاية في مربع، لكن الاضاءة دي لا، مدية لمسة جمالية للظهر شوية في الموبايل، الاضاءة اللي هي طالعة من بروز الكاميرات. اما بقى نقطة المقاومة هنا في الموبايل ده، ان هو مقاومة ماء وغبار بشهادة اي بي 69 واي بي 68، وبالنسبة لي دي نقطة قوة من نقاط قوة الموبايل. و2 متر لمدة 30 دقيقة في المية، لكن دي منصحش حد بيها. ولفت انتباه مش اكتر، المية العذبة فقط، ما تنزلش بيه البحر وتقول هما مديني ضمان. ودي عامة لا مية عذبة ولا مية مالحة، برشح لحد يجربها. اما بالنسبه للشاشه في الرينو 14 اف، فهي بتيجي بحجم 6.57 انش من نوع امولود بدقه 2372 في 1080 بكسل، بكثافه بكسلات بتوصل معاك ل 397 بكسل لكل انش، مع معدل تحديث 120 هرتز. وال 120 هرتز عندك زي ما حضرتك شايف، ممكن تعملها تلقائي او تخليها اقل على حسب احتياجك انت. لكن وبيوصل معاك كمان الموبايل لسطوع 1400 شمعة، 1400 نت، مش هيقابلك اي مشكلة في استخدامه تحت اشعة الشمس. اما بالنسبة للمعالج والاداء، فالمعالج بيجي من شركة كوالكوم سناب دراجون 6 جن 1 بمعمارية 4 نانومتر، وكمان بيجي معاه معالج رسومي من ادريانو 710، والمعالج نفسه هيديك اداء كويس. لكن سناب دراجون جين 6 1 كنت اتمنى ان المعالج ده يكون اقوى في الموبايل ده، لان الموبايل ده فئة سعرية مرتفعة شوية، فبكده كنت اتمنى يجي فيه معالج احسن من كده او اعلى من كده شوية في الاداء. لكن المعالج ده هيديك اداء جيد مع المعالج الرسومي، وكمان عندك الذاكرة جاية بنوع كويس يو اف اس 3.1، وده نوع هيديك اداء كويس جدا وهيفرق معاك في السرعة. وعلى فكرة في موبايلات تانية اغلى من الجهاز ده مش موجود فيها نوع الذاكرة ده. وخلي بالك دايما وانت بتشتري موبايل، مش كل حاجة الكاميرا ومش كل حاجة المعالج، نوع الذاكرة ده بيفرق في سرعة الجهاز جدا. والمعالج اللي موجود في الجهاز ده هو نفسه اللي موجود في الرينو 13 اف في النسخة ال 5G، وكده مفيش اي تطوير بالنسبة للمعالج من النسخة اللي فاتت للنسخة الموجودة الحالية اللي هو ال 14 اف. اما بالنسبة للكاميرات، بتيجي عندك الكاميرا الاساسية بدقة 50 ميجا بكسل بمستشعر من سوني، وكمان بتدعم ال OIS اللي هو المثبت البصري. وعندك الكاميرا التانية اللي هي خاصة بالتصوير الواسع، بتيجي 8 ميجا بكسل، لكن ادائها مش افضل حاجة. هي معروفة الكاميرا دي في اي موبايل بتنزل بتكون ادائها مش افضل حاجة، لكن هنا في الموبايل ده كده هتخسر تفاصيل كتير لو حاولت تقرب من اي شكل او من اي صورة بالشكل ده كده. يعني هناخد زوم بالشكل ده كده، هنعمل زوم وهنحاول نصور صورة، هتيجي هنا تفتح كده التفاصيل بتلاقي نفسك حتى بعد التعديل الكلمة نفسها ضايعة، بتضيع منك اعدادات كتير للصورة، لو انت قربت مش هتاخد افضل صورة. اما بقى بالنسبة للكاميرا الماكرو، فهي جاية 2 ميجا بكسل وهتديك اداء معقول شوية. والفلاش ريد هنا بيجي بدرجتين اضاءة عشان يعدلوا معاك من التصوير. اما بالنسبة للكاميرا الامامية، فهي بتيجي 32 ميجا بكسل، لكن بالنسبة لنا الكاميرا الأمامية دي فيها عيب، وهو دقة تصوير الفيديو 1080 فقط. أما بالنسبة لتصوير الفيديوهات في الكاميرا الخلفية، بيجي معاك بمعدل 4K، لكن بمعدل 30 إطار في الثانية فقط. يعني بمعنى ان انت لو صورت 4K مش هيديك غير 30 اطار، ما بيدعمش ال 60 اطار، ما بيدعمش ال 60 اطار معاك في تصوير ال 4K. لكن لو جبت 1080 هيدعم ال 30 وال 60 زي ما حضرتك شايف كده في التصوير. وبالنسبة لنا ده عيب من عيوب الكاميرا، مع المعالجة الصاروخية بتاعت
اوبو اللي هي ضيفوها للذكاء الاصطناعي، لكن كنت اتمنى انه يصور 4K على 60 فريم، وده كان هيكون افضل وهيفرق. اما بقى زي ما حضرتك سامع، رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال الصوت هنا بيخرج من السماعتين وبيديك صوت ممتاز جدا. لا، صوت الموبايل ده بأمانة صوت ممتاز جدا جدا جدا. صوت الموبايل ده بالنسبة لي من افضل الموبايلات اللي نزلت في الفئة دي كأداء صوت. كمان بالنسبة للصوت، الموبايل داعم لميكروفون عزل الضوضاء. الموبايل نفسه داعم ميكروفون عزل ضوضاء، وبكده يكون الموبايل ده كمنظومة صوتية، لا انا هرشحه ليك جدا 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 لو انت حابب صوت كويس، لو انت حابب عزل الضوضاء في المكالمة. البصمة كعادة اوبو بتيجي بأداء سريع جدا. اداء البصمة هنا كعادة اوبو دايما، يعني انا بالنسبة لي بصمة اوبو والشبكات والواي فاي واي اتصالات بالنسبة لشركة اوبو وريلمي بالنسبة لي بيكونوا هما من اقوى الشركات اللي موجودة. اما بقى بالنسبه للبطاريه في الجهاز ده، فالبطاريه بتيجي ب 6000 ملي امبير مع شحن صاروخي 45 واط، ودي نقطه من نقاط قوه الموبايل. البطاريه كبيره وهتديك اداء مرضي جدا جدا، وهتقضي معاك اليوم باريحيه. وكمان بيدعم الشحن العكسي اللاسلكي، ومن خلال تجربه عمليه بيشحن من 0 ل 100 في ساعه و17 دقيقه بالظبط. ويلا بينا عشان نقولك على عيوب ومميزات الهاتف وقرار الشراء. في الاول وفي الاخر دي حاجه ترجع ليك انت، انا هقولك مميزاته وهقولك عيوبه، والقرار يرجع ليك انت. بالنسبه لعيوب الهاتف، واول عيب عندي هو الكاميرا. الكاميرا دي بتاعه تصوير العريض بتفقد تفاصيل كتير من الصورة، ومش هتديك افضل اداء، اللي هي الكاميرا 8 ميجا بكسل. وزي ما انا قلت هي معروفة في اي موبايل بتنزل بدقة قليلة، لكن في الموبايل ده من خلال التجربة لا، بتفقد من اداء الصورة اكتر من اللازم. اما بقى يعني عندك المعالج، كنت اتمنى يجي المعالج هنا افضل من كده او اعلى من كده، خاصة في الفئة السعرية دي. وكمان التصوير ال 4K ما بيدعمش عندك ال 60 اطار، وبكده يكون عندك دي برضو نقطة من عيوب الموبايل. اما بقى الخامات دايما جاية من البلاستيك، معرفش ليه، يعني في الفئة السعرية دي خامات بلاستيك، لكن هي دي بالنسبة لي عيب من عيوب الموبايل. وكمان يعني الكاميرا الامامية بتديك دقة 1080 فقط، ما بتصورش اعلى من 1080 فقط. وتعالى يلا بينا هقولك على الخلاصة. لو انت محتاج تشتري الموبايل ده كبطارية كويسة وكشاشة ممتازة وتصميم جميل وشبكات ممتازة وصوت ممتاز، يبقى الموبايل ده انا هنصحك بيه، والقرار في الاول وفي الاخر يرجع ليك انت. لكن دقيقة واحدة، لو انت حابب تلعب عليه كتير، في اكتر من موبايل في الفئة السعرية دي بيديك افضل منه، والقرار في النهاية قرار ليك، بيديك اداء افضل منه بنفس الفئة السعرية دي، لكن القرار في النهاية زي ما انا قلت يرجع ليك انت.